كان امير الله يرحمه، وحشني باشا. السلام عليكم يا هلا والله. فيديو النهارده زي ما انتم شفتوه، اوتي بابا اوتي، ده ترند اكيد سمعته الفتره اللي فاتت. ايه الترند ده يا جدعان؟ الاغنيه دي بقى لها 11 سنه يا مؤمن، من ذكرى وفاه مغني فرنسي كان متعلق بابوه، فراح عمل لك ايه؟ عمل لك اغنيه يطلع عن قهرته في ابوه، لكن المشكله جت معاه بايه بقى؟ بيرقص بيها العرب. الراجل قاعد فاتح الاغنيه وبيولول على ابوه، ولو شفت الكلمات بتاعت الاغنيه اللي بالمناسبه هترجمها لك عشان مفيش حاجه تفوتك، انا عندي اغلى منك، خلاص بقينا لبعضينا اخواتي. فالمغني ده عمل الاغنيه دي وبيقول لك يعني ايه انت فين يا ابويا؟ ايه يا عم القلاطه دي؟ بالبلدي يلا احنا هنقعد نتكتك ونقول لك اين والدي؟ احنا بتوع الكلام ده؟ لا ما علينا. المهم عمل الاغنيه دي من هنا ابكت 3/4 العالم بسبب الشعور بتاعها. والاغنيه قد ايه حزينه، لكن عند العرب بيرقصوا على احزان الراجل المفتريين. ولكن اعرف معنى الاغنيه. Where is your about؟ أين والدي يعني؟ إيه ده؟ أين أنت يا أبي؟ يعني أنت فين يابا؟ اللي بعده هنجيب فيديو كده وفيديو كده، زق أحدهم كده عشان خاطر عينيك الحلوين دول. عينيا أنا؟ لو في شوية عكاوي بقى، الليلة دي أكيد كان فيها عكاوي. العكاوي مقلوظه مع انها تبان معضمه لكن بتبقى فيها لحمه. اللي بعده ده اكتفى بهذا القدر من الفيديو، الواد بيعمل ترند بسرعه عايز يلحق. اللي بعده ثواني بس اوزع. لا لازم اعمل لهم دي رساله للباور العالي. يا بيكا مش هينفع. لا دي رساله للباور العالي، لو انتوا جايين في مشاكل انا جاي معاكم. انت جيت فرهطت الدنيا كلها على بعضها يا جدع. اقعد العب اتاري، اقعد العب اي حاجه. فين ايامك يا بايدن؟ لغى الهجره العشوائيه اللي كنت عايز حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اللي بعده ما تشدش حيلك، انت عامل وشم على وراكك ولا ايه؟ شكله مصارع. ده عاد عضلاتك مقويه قلبك، بسم الله ما شاء الله. اللي بعده ماشي يضحك. اللي بعده الاعلان اللي هيشتغل في رمضان وهيطفحك اللقمه ويسد نفسك. يعني مقفوله. يا اما يا ماماتي يا حبيبتي يا مصدر سعادتي، اهديك قطعه التفاحه دي على شكل ورده. يلا كله بقى كرفني الفتره دي لكن عادي. اللي بعده انا مع محفظتي كل يوم. استغفر الله العظيم يا رب. المحفظه دي ايه معمول لها عمل ما بيباتش فيها قرش؟ وحياتك مسائل محفظه. حياتنا شتيمه قوي. الدنيا قاسيه اتشقلبت بيا بثواني. اللي بعده لما تاخد صاحبك المكتئب فرح عشان يغير جو وتطلع العروسه حبيبته القديمه، انت صاحبك دايما المصريين كده يقلعوا اي حاجه ملط. تفاحه طلع الزعب بتاعها، اعوذ بالله بجد. اللي بعده تخيلوا كده لما باسم سمره حد ياخد منه السندوتش السجق بتاعه بيبقى عامل ازاي. تعالوا شوفوا. مين اللي خد السندوتش السجق بتاعي؟ ده انا اجيب عليها وطير بني. طلعت انت اللي خدت السندوتش السجق، هموتك. ده جدع جايب النبره بالظبط بجد، والله والله برافو عليه، موهوب. بالتوفيق ليك ولكل اللي زيك يا رب. اللي بعده عملت لي انفولو وبعدها عملت الاكونت برايف، ما بنراقبش حد. افتحي يا بنت الكلب بدل ما اكسر الباب فوق دماغك. تصدقوا فكره انا كمان هعمل اكونت برايفت على فكره. اعملوا بقى حسابات فيك وشوفوا هتشوفوا منين. عارف بيدعوا عليا مني جدع وقد المسؤوليه، لكن البعض ما بيعجبوش. اللي بعده غلطه ما فيهوش غلطه. عجبني قوي، عجبني قوي ومقتنعه بيه قوي وحباه قوي. انتوا الاتنين لايقين على بعض، اتجوزوا واعملوها يلا وهاتوا لنا شماشيرج صغير. اللي بعده خلاص يا جدعان، هو يعني بيفرح على دموع الراجل، لكن هو شعب فرفوش يا جدعان. الشعوب العربيه مهما تكون فيها ايه تبان لك عكس اللي جواها. نعمل ايه طيب؟ يعني احنا طيبين وغلابه ومحترمين. التشيبه ازاي ده؟ اللي بعده انت ليه رخيصه كده؟ ما ندري.
بسيطة كده، وأي حد يجارك وتروحيله. استغفر الله، اتركها يا ابني بلا مرض. اللي بعد لما المدير يقول نكته بايخه ورحت خصمت له. يا ريتك ما ضحكت، بيفكرني بالبعض. اللي بعد انا جاي اتقدم لك. تامر حسني انت لازم تقعد مع اخويا. يا شيخه، يا رب خدني يا رب يا رب عشان ارتاح من اللي بشوفه. تامر حسني كده ده المفروض يعني. تامر حسني ايوه، ما تتخضيش، وماله اقعد مع اخوكي. اتفضل تعالى. ما عملتلاش هو ده ليه؟ يا بنت يا رحمة، ليكي ساعة على الباب. يلا عشان تامر حسني جاي يشرب معانا الشاي. يا واد يا محمد، هنروح ناكل ايس كريم مانجا من عند ابو سيد. اطلع البس ايه. بقول لك يا اخويا تامر حسني جاي تقدم لي، انت ايه رايك؟ بعد ما طلع باسم ابو سيل شافني قال هي دي السيل. صلوني يعني شلوني بواخه يا جت عليا. تامر حسني سعادة الباشا، اخبارك ايه؟ ازيك يا باشا، عامل ايه؟ نجيب لك 2 ايس كريم مانجا من عند مساي. تعالى نشرب شاي. اشرب شاي وبعد كده اوكلك ايس كريم. يلا بينا. ازيك يا استاذ سارينا؟ ايه الحال؟ ما عرفت اسم منين؟ ما اختك بقى قالت لي. اختك شفتها بصراحه فعجبتني، كانت عامله لي فولو على الانستجرام فقالت لي هي مان، قلت لها هو ده الكلام، رحت رايح لها على طول. لا في تواصل بينكم ولا ايه؟ والله لا مفيش تواصل ولا حاجه، كنت معدي منها باكل ايس كريم مانجا من عند ابو سعيد فلقيت اختك واقفه في الشباك فقلت هي ديت اللي عجباني، فرحت رايح وجيت اتقدمت ودخلت البيت من باب. يا ساتر. رحمة قالت لي انك كده جيت تقدم لها يعني. على العموم هنوكلك ايس كريم مانجا من عند ابو سعيد. انت تجمر يا ده عاملين له جزء تاني، ابقى تافه لو قعدت اتفرج على الجزء الثاني. اللي بعده ولا يا احمد، انا جاي اقدم لك يالا. ايه ده؟ ولا يا سليم مجنونه بعشق جنانها. اهي دي البنات اللي بتوفي بوعدها. الله اكبر، 5 في عينك. انت جوزي يالا، مش هحلك. دي سواق التوك توك مجرمه. انا جاي اطلب ايد ابن حضرتك، هو فين يعني؟ انا مش شايفاه. هيطلع لك دلوقتي بقى بيجهز وبيحط ميك اب وبتاع وكده يعني، ما تحرجيش الواد بقى، او بيحدد دقنه بدل الميك اب. شربات على طول، ما انت عارف كل حاجه اهو. يا بابا بس بقى ما تكسفنيش. ايه ده؟ بقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. شفتوا يا جدعان؟ ده بعد كده هيحصل على فكره، والله ما بهزر، انتوا فاكريني بضحك. اللي بعده أنا مصرية مسيحية مع الشعب الكردي العظيم من كل قلبي، ومش لوحديكوا، واحنا كمان مصر معاكوا. بيجي انا مش عارف ايه حوار البتاع دوت، عايز ابقى ابحث عنه على فكره واعمل عنه، بس ما علينا دلوقتي. فنقول اللي بعده. اللي بعده اذا كنت بارع في الرد، فنون الرد دي الصفحات اللي مدمره عقول الاطفال بالمناسبه. فكيف سترد على شخص قال لك ابن الحرام؟ سارفع قبعتي لافضل تعليق. شوف التعليقات. قانون نيوتن الرابع، قانون نيوتن الرابع، قانون نيوتن الرابع. مش قلت لكم في ابتدائي كلهم تيك توك ده بوظ عقول الشباب والله. اولا مفيش حاجه اسمها قانون نيوتن الرابع نهائيا خالص. ايه شكلكم بقى حافظين مش فاهمين اللي هو قانون نيوتن الرابع، قانون نيوتن. كفايه. اللي بعده. لا شوف عمر، ما في لاعب خليجي تقارنه بلاعب مصري كجوده. هذا الكلام احنا نقوله من باب العاطفه، لا نضحك على بعض. ولا لاعب لا بالتاريخ. فهمني. ما في لاعب، اقل لاعب مصري يعتبر نجم افضل من لاعبين الخليج كلها عبر التاريخ. انا اكلمك ده رايي فيه محايده بعض الشيء. انا ممكن اقول ومع حق، لكن لا، في برضه لعيبه لها تاريخ على فكره زي سالم الدوسري والناس دي، فانا مش هنكر حق الناس برضه عشان اكون صريح واقول الحق. لكن ما علينا يعني. اللي بعده. عقلي وهو يعاتب قلبي بعد اخر محاوله مع هذاك الشخص. قلت لكم قبل كده، قلت لكم في الفيديو اللي فات، استنفذوا كل محاولاتكم عشان ما تجيش تطارقكم بعد كده. افضل طريقه، انا يمكن كنت الاول بقول لكم اوعوا تحاولوا، لا حاولوا وجيبوا اخركم، عشان لما تجيبوا اخركم مش هتشوفوا حد تاني، هتفضلوا ماشيين مكملين طريقكم. فاهمين بقى ليه؟ اللي بعده. قريبا في رمضان ابوك قبل الفطار. اتمنى اكون ما ازعجتش الفنانه بتاعتنا. تعمل الفطار في المطبخ. هي نجمة، ولكن عاوز بعد الفطار طلع في البرنامج. هو عليكي هم يساعدوك بدل ما افطر عليكم واطلعها. طب هي مالها امها؟ ادي هيطلق الوليه. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بعده. ده خبط نفسه وشرب كوبايه العصير. الف سلامه عليك. هو اتحمس شويه يا جدعان. وبعدين على فكره عشان تبقوا فاهمين حاجه عن الافراح في مصر، الناس دي تعبانه يا جدعان، ما بتصدق تلاقي حاجه تفرحها. انتوا متخيلين لما كنا بنصعد لدور ال 16 في كاس افريقيا كانوا بيحفلوا؟ لما وصلنا المربع الذهبي كانوا بيحفلوا؟ ناس غلابه يا جدعان، شعب بيتلكك لحاجه تفرحه. سيبوه في حاله والله، على قد الضحك اللي هو فيه وعلى قد الكوميديا اللي هو فيها، على قد ما هو موجوع جدا، فبيطلع وجعه ده في ايه؟ في الضحك. فاهم بالي؟ ربنا ما يكتبهاش عليك يا غالي. اللي بعده.
نصحته، قصدها عرفته وكلمته وخدت عليه وخد عليها وزمانهم خرجوا كمان، ومش بعيد يكونوا عملوا السليمه. ده شغل حجج فارغ، الراجل مش عبيط على فكره، لكن في معظم البنات بتبقى فاكره الراجل اللي معاها عامل كده. لا فاهم، عارف، هارش. كل اللي اقوله لك كلمه واحده: يا رخيصه. بالظبط كده، دي توصف حال اي بنت بتعمل حركات الشمال دي. اللي بعد: لو حد سلم عليكي كده يس تاتش، ولو حد عمل لك كده اهو نو تاتش، ولو حد عمل لك كده اهو يس تاتش، ولو حد عمل لك كده اهو. كل دي اكاذيب. وبكده يا باشا احنا وصلنا نهايه الفيديو. اشوفك على الفيديو الجاي. جود نايت. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.